السلام عليكم. ياسمين عزة قالت لنا اعملي له صينية بط بالبرتقال. حاضر يا ست ياسمين، وعندك واحد صينية بط بالبرتقال وصلحه. يكش تكوني راضية عننا يا ياسمين. عملناها ازاي بقى الحلاوة دي والجمال ده؟ جبت بطاية غسلتها بالدقيق والجنزبيل والملح، خليتها قشطة بالمنظر ده. وعندكم الفيديو بتاع تنظيف الفراخ وتنظيف البط، ادخلوا شوفوا ازاي بننضف البط والفراخ ونخليه قشطة. بعد ما تتغسل كويس قوي تبقى فله شمعة منورة زي ما شفتي كده، بعمل لها محلول النقع، وده مهم جدا. مية وبحط فيها سكر وملح، ادوبهم الاول مع بعض قبل ما انزل باي مادة حمضية. مادة حمضية يعني ليمون وخل واللازم منه. دوبي السكر والملح الاول في المية، وبعد كده حطيت خل حوالي كده نص كوباية خل، بنزود الخل شوية عشان يخلي لحم البطة طري كده وزي العسل. بعد كده ليمونتين كبار غسلتهم الاول كويس، قطعتهم نصين، عصرت نص عصرة كده كل نص، وبعد كده بحط النص نفسه في المية وادوب كده بالشكل ده. يبقى سكر وملح وميه وخل وليمون. وبعد كده لو عندك ربطة كرفس قطعيها كده على 3 وحطيها هي كمان في الميه. قلبي كويس قوي، دوبي، وهاتي بقى البطايه بتاعتنا الحلوه النهارده اللي زي ما قلتلك مغسوله وزي العسل. بنقعها في الاول حوالي 10 دقايق على ظهرها، بعد كده بقلبها على الصدر لمده ربع ساعه كمان. بعدين هحضر دلوقتي الفرشه الحلوه في الصينيه اللي هتديني الطعم المميز جدا جدا للبطايه بتاعتنا. زي ما انتوا شفتوا كده، جزر وبصل وكرفس وتوم، وطبعا البرتقان البطل بتاعنا النهارده. هجيب الجزر الاول مقشراه وغسلاه كويس، بقطعه حلقات، ولا هي تخينه قوي ولا هي رفيعه قوي، وسط كده زي ما انتوا شايفين. يعني حوالي 3 جزرات كده، دول اللي بيبقوا الفرشه في الصينيه. خلي بالك اساس طعم وريحه البطايه بتاعتنا بالبرتقال هي الفرشه اللي تحت زائد الحشوه. هما خطوتين، فرشه في الصينيه والحشوه. انا دلوقتي بعمل الفرشه. قطعت الجزر، وبعدين البصل بقطعه جوانح كده بالشكل ده، برضو تخين شويه مش مرفعاه. والثوم برضو بقطعه شرايح تخينه كده، حوالي 3 فصوص ثوم بالمنظر ده. وبعد كده ربطه كرفس برضو بقطعها تخينه كده، ما بفرمهاش. تعالي بقى عندنا برتقانه، بقطعها كده بالشكل ده زي ما انت شايفه كده بالظبط، كأنها مربعات كده وسط برضو بهذا المنظر. وبروح برضو حطاها في الصينية مع، بصوا بقى كله، شايفين الألوان جميلة ازاي؟ برتقان وجزر وبصل وكرفس وفصوص توم عسل. هنا بقى دور التوابل يا جماعة قليلة جدا، أنا عايزة طعم البرتقان هو اللي يظهر معانا. يعني هنحط ملح وفلفل، دول أساسي معانا. عندك حبهان هتحطي رشة بسيطة، حبهان كده ناعم. عندك فصوص هتحطي فصين، لكن اهم حاجه اوعي تحطي بهارات. الملح والفلفل بس هم اللي اساسي معانا، عشان البرتقان ريحته تظهر وتبان كده ويخلي البطايه فريش كده عسل. بعد كده الكبده والقناصه بتاعه البطه، بقطع الكبده على 2 والقناصه على 2، وبحطهم مع الخلطه الحلوه دي. كده الصينيه جاهزه معايا لاستقبال الملكه بتاعتنا النهارده. شوفوا ازاي شكلها عسل ما شاء الله. بنشيل البطايه من محلول النقع، ما بنشطفهاش تاني. انا عايزه ريحه محلول النقع تفضل في البطايه بالشكل ده. ما شاء الله البطايه بتاعتي عسل. تعالوا بقى نعمل الحشوه الحلوه. برتقانتين وجزرتين وبصلايه. بنجيب المبشره من الناحيه الخشنه، وهنبشر الجزر الاول بالشكل ده. شوفوا خطوة خطوة كده الدنيا تبقى معاكي عسل. الصينية دي يا جماعة ما شاء الله رائعة. وكمان بقى يعني اللهم بلغنا رمضان على أول يوم رمضان على الفطار، هتبقى حكاية. ادي كده بشرت جزراية، وبعدين بشرت بصلاية، وببشر. بصوا بقى خدوا بالكم اللي جاي ده، البرتقانتين ببشر الطبقة الخارجية بس، بحتفظ. بصوا الطبقة البيضة ما جيتش ناحيتها عشان ما تدينيش مرارة. خدوا بالكم بعد كده البرتقانتين دول مش هرميهم، اللي اتبشر القشر من بره بقطعها نصين كده، وهعصرها كمان عصر بايديا كده على بشر البرتقان والبصل والجزر زي ما انتوا شايفين عسل. استخدمت يا جماعه في الوصفه كلها 3 برتقانات، واحده اتقطعت مكعبات في الصينيه من تحت، والاتنين زي ما شفتوا خدت القشره بشرتها، وكمان خدت العصير بتاعها معاهم. بعد كده ملح وفلفل اسود بس، زي ما قلتلك انا عايزه طعم البرتقال هو اللي يبان معانا. الله اكبر ما شاء الله. شايفين العصير الحلو مع الحشوه الجميله؟
تعالي بقى يا ستي هاتي الصينيه الحلوه بالبطايه القشطه بتاعتنا دي، اعصري الاول عصير البرتقال والحشوه على البطايه من بره، واللي تعصريه دخليه جوه قلب البطايه. شفتي ازاي؟ عسل. ايوه كده، كده البطايه بقى بتاخد طعم وريحه البرتقال من بره ومن جوه. شايفين؟ بعصر عليها الاول من بره وبعدين اروح حاطه الحشوه كلها من جوه. الله اكبر. اهم من الشغل يا جماعه ظبط الشغل. بعد كده بجيب ميه سخنه حوالي كوبايتين، وبحطهم كده، اوعي الميه السخنه تيجي على البطايه، بنحطهم من تحت كده علشان ده البيون او الشوربه الحلوه اللي هتستوي فيها البطايه. نغطي كويس قوي، لازم 3 طبقات كده فويل فوق بعض. وبعد كده عين البوتاجاز بشغلها على اعلى درجه حراره، وبحط الصينيه على البوتاجاز لمده ربع ساعه. دي مهمه جدا. في الوقت ده بشغل الفرن يسخن اهو، بصوا حطها على البوتاجاز لمده ربع ساعه بالظبط تغلي كويس قوي. وبعد كده اشيلها ادخلها الفرن لمده ساعه ونص. كده بعد ساعه ونص يا جماعه البطايه بقت زبده زبده يا جماعه، والله ما مستحمله. طالما العضمايه بتاعه الورك بانت بالشكل ده تعرفي ان البطايه استوت وبقت زبده. نعمل لها شرايح خفيفه كده وناخدها تحت الشواية نوردها، يعني نديها كده ايه تحميرة حلوة كده، والصوص اللي طالع منها ده مدي ريحة وطعم ملوش حل. هوبا بقى، هوبا بقى، تعالى يا ست ياسمين عز صينية البط بالبرتقال اهي. شايفين التحميرة الحلوة منها فيها؟ ما شاء الله. والصوص اللي نازل منها ده عالمي. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، يا رب يا ياسمين تكوني راضية عننا، وألف هنا وشفا ليكم.